كل بيت قديم ليه أسراره، لكن البيت ده كان مختلف لأنه ما كانش بيخوف الناس بالليل. كان بيكلمهم، واللي كان بيرد على الصوت عمره ما كان بيفضل زي الأول. ويلا بينا نبتدي قصتنا. عنوان قصتنا الصوت اللي بيجي من تحت البلاط. في سنة 2003 في قرية صغيرة في صعيد مصر اشترى مدرس اسمه عادل بيت قديم ورخيص جدا. أول أسبوع عدى عادي، لكن في الليلة التامنة صحي الساعة 3:18 الفجر على صوت خبط، مش على الباب ولا على الشباك. الصوت كان جاي من تحت بلاط الأوضة. في الأول افتكر إنها مواسير، لكن الخبط كان منتظم. وبعدها صوت راجل عجوز قال بهدوء: افتح. عادل قام بسرعة، رفع السجادة. الصوت اختفى. تاني ليلة الخبط رجع، لكن المرة دي الصوت قال: أنا تحتك. بدأ يخاف. جاب شيخ من البلد. الشيخ دخل الأوضة وقعد ساكت دقيقة، وبعدين خرج بسرعة. قال له: أنا مش هدخل البيت ده تاني، ورفض يشرح السبب. بعد أسبوع عادل جاب عامل يكسر البلاط. أول بلاطة اتشالت طلع تراب اسود، وتحته باب حديد صغير فيه فتحة مفتاح لكن مفيش قفل. قرر يسيبه، لكن من يومها كل ليلة كان يسمع حد ماشي تحت الأرض يمين شمال، ويقف بالظبط تحت سريره. في الليلة الخامسة الصوت نداب اسمه: عادل، انت سامعني؟ رد من غير ما يحس: مين؟ الصوت سكت، وبعد ثواني كل المرايات اللي في البيت اتغطت ببخار، واتكتب عليها جملة واحدة: أخيرا رديت. في اليوم التاني بدأت حاجات غريبة تحصل. كل ما يبص في الساعة يشوف الساعة 3:18. كل ما يفتح الراديو يسمع تشويش، وفي وسط التشويش حد يهمس: انزل. بعدها بأيام اختفى كهربائي كان بيصلح البيت. آخر حاجة قالها: في حد بينادي عليا من تحت. ولما دوروا عليه لقوا المفك بتاعه، لكن الغريب كان متغطي بتراب رطب رغم ان الارض كانت ناشفة. عادل قرر يفتح الباب الحديد. اول ما رفعه طلع هوا بارد جدا، وسمع اصوات ناس كتير بتتكلم في نفس الوقت، لكن ولا كلمة كانت مفهومة. نزل سلم ضيق، كل درجة ينزلها كان يسمع اسمه أقرب: عادل عادل عادل. وصل لممر طويل، وفي آخره باب خشب. فتح الباب لقى أوضة فاضية، في نصها كرسي واحد، وفوق الكرسي شريط ورق مكتوب عليه: اقعد وهتعرف الحقيقة. أول ما قعد سمع الباب بيتقفل، وبعدين نور خافت اشتغل. شاف صور ناس على الحيطان، كل صورة مكتوب تحتها تاريخ. آخر صورة كانت صورته هو، لكن التاريخ كان بكرة. بدأ يجري، طلع السلم، قفل الباب، رجع البلاط مكانه، وساب البيت للأبد. بعد أسبوع رجع مع الشرطة. البيت كان موجود، لكن الأوضة دي ما كانش فيها أي بلاطة متحركة ولا باب ولا حتى آثار كسر. الشرطة اعتقدت إنه بيتوههم، لكن قبل ما يمشوا واحد من العساكر وقف فجأة، بص للأرض وقال بهدوء: حضرتك، في حد تحت بينادي اسمي. وفي آخر الملف وفي آخر صفحة كانت مكتوبة عبارة واحدة: لو سمعت صوت جاي من تحت الأرض وبينادي باسمك ما تردش، لأن أول إجابة منك هي إذن بالدخول. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.